السلام عليكم. قبل شوية وزارة التربية قررت الدخول الوزاري. الدخول الوزاري لهاي السنة للثالث متوسط والسادس إعدادي راح يكون 3 دروس و10 درجات. شنو يعني هذا القرار؟ وشنو لازم تسوي سواء أنت كنت طالب داخل أو ما داخل وزاري؟ راح نسولف إن شاء الله عن هذا القرار بهاي الحلقة. فاللي ما يشترك خليه يشترك بالقناة وتعال خلينا نسولف. بالبداية الدخول الوزاري لهاي السنة راح يكون 3 دروس و10 درجات. شنو يعني؟ يعني انت ممتحن فصل اول ونصف السنه وراح تمتحن هسه فصل ثاني، راح يجمعوا لكم هذين الدرجات الثلاثه ويقسموهن على 3. راح يطلع عندكم سعي سنوي. السعي السنوي يجون يشوفون درجاتك بيه. اذا راسب بماده بمادتين ب3 مواد عاد هنا انت تدخل وزاري. زين، اذا انت راسب ب4 مواد واكثر شنو اللي يصير؟ خلينا نقول مثلا انت راسب ب4 مواد، اذا انت راسب ب4 مواد ووحده من هاي المواد ماخذ بيها 40 درجه، هاي ال10 درجات مال القرار 3 دروس و10 درجات، هاي ال10 تنشمر على 40، تصير 40 زائد 10 يساوي لنا 50. نجحت بهاي الماده ودخلت بيها، هذا درس انت نجحت من عنده، يبقى لك 3 دروس انت هنا ضمن هذا القرار، 3 دروس و10 درجات مثل ما حكينا بالبدايه. يعني بين قوسين يحق لك ترسب ب3 دروس عادي تدخل وزاري، وهاي ال10 درجات تستفاد من عندها اذا كنت راسب باكثر من 3 دروس. هاي 10 درجات توزعها على الدرجات مالتك البقيه الراسب بيهن. هنا احنا راح نوصل لموضوع جدا مهم. اكو طلاب اصلا داخله وزاري يعني بدون هذا القرار 3 دروس و10 درجات، يعني جايبين درجات عاليه بالفصل الاول وبنص السنه. هنا انت لازم شنو تسوي؟ لا تقول بالفصل الثاني اوكي انا داخل وزاري راح اسخت بالفصل الثاني وادخل وزاره وانجح طبيعي. لا، دير بالك تسوي هذا الخطا. تدري ليش؟ لان اذا ما قرأت بالفصل الثاني الاشياء والمواد والمواضيع اللي اخذتها بالفصل الثاني ما راح تسيطر عليها بالوزاري. لان بالوزاري وهذا الشيء كلكم تعرفونه انكم راح تعيدون الكتاب من البدايه للنهايه، فالاشياء اللي بالكتاب اللي اخذتوها بالفصل الثاني اذا ما قرأتها هواي وصارت عندك بيها تراكمات، هذا الشيء راح ياثر عليك بالامتحان الوزاري الاخير. فالفصل الثاني اقرأ بشكل طبيعي، لا تخلي عندك تراكمات. واذا لا سامح الله صارت عندك تراكمات فانت ان شاء الله قبل الامتحان الوزاري راح تاخذ فتره مراجعه، بهاي الفتره مراجعه تقدر تحل بها هاي التراكمات. بس هذا الحل ما انصحك فيه. وبالنسبه للطلاب اللي ما داخلين وزاري يعني الراسمين بالفصل الاول وبنصف السنه او كانت درجاتهم ضعيفه، الفصل الثاني فرصه لك حتى ترفع درجاتك وان شاء الله تنشمل القرار 3 دروس و10 درجات. واذا لا سامح الله كان اكو ماده كلش تكرهها وكانت درجاتك بيها حيل ضعيفه وماكو اي امل انك تدخل بيها، اتركها. يعني مثلا رياضيات كانت درجاتك حيل ضعيفه فد مره يعني ماكو اي امل، بالفصل الثاني لا تقراها لان انت اول وثالث حتدخل بيها. عوف هاي الماده الصعبه، ركز على بقيه المواد، ركز على الكيمياء، الفيزياء، الاحياء، هذول المواد اللي انت ما داخل بيهن وزاري ركز عليهن. والماده الصعبه اللي تركتها فمثل ما قلنا انت عندك فتره مراجعه، بهاي الفتره تقدر تقرا بيها هاي الماده الصعبه، تقراها وحدك او تتخصص بهاي الماده او تشوف هاي الماده باليوتيوب. يعني اكو هواي حلول ان شاء الله بهاي الفتره مال المراجعه. المهم كل التوفيق ان شاء الله ويا رب كلكم تدخلون الوزاري. وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوا تشتركون بالقناه، اشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني.